السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بصوا بقى، انا في الوقت ده يعني كنت لسه جاية من برا، وكان تاني يوم عندي عزومة. يعني انا اليوم ده كنت معزومة برا، وتاني يوم بقى كان عندي عزومة. تمام كده. طيب العزومة دي انا جيت قبل ما انزل اساسا، انا نازلة كنت قبل المغرب كده بساعة ولا حاجة. طلعت الفراخ بتاعتي وحطيتها في الحوض كده زي ما انتم شايفين بالاطباق بتاعتها زي ما هي كده، والبانيه اللي انا محتاجاه وكل حاجه، وسبته جوه الحوض كده. قلت عبال ما ارجع بقى بالليل يكون فك. تمام. جيت لقيته لسه ما فكش قوي، فهحطه بقى في ميه كده عشان يبتدي يفك خالص. خلاص. انا هجهز للعزومه لتاني يوم، يعني ان انا بعمله دلوقتي ده ان انا بجهز للعزومه. للاسف الشديد عشان ابقى صادقه معاكم، كان نفسي اكمل معاكم بقى واوريكم شكل العزومه في الاخر وكده، بس للاسف تاني يوم ما تعرفوش اتضربت فوق راسي ايه اللي حصل لي. ما صورتش. يعني انا عامله معاكم كل تجهيزات العزومه. تاني يوم بقى اللي هو بقى الفينش، ان انا بقى كنت بعمل رز وعملت ملوخيه، وحطيت بقى الصواني في الفرن، وعملت بسبوسه، وعملت كنافه. ما صورتش. هتقولي لي ليه؟ ما انت بادئه تصوير اهو. هقول لكم والله لحد الان انا عماله كده اقول ايه اللي انا عملته ده. انا ازاي ما كملتش تصوير الفيديو؟ ما اعرفش. بس الاكل طلع كان طعمه حلو جدا جدا. المكرونه بالبشاميل طلعت تحفه، الفراخ المشويه طلعت تحفه، البسله كانت تحفه، الرز اللي هو يعني الرز ذات نفسه كان طالع طعمه جميل جدا. كان كل الاكل حلو جدا. لسان العصفور، آه البسلة كان طعمها حلو جدا. اتبعوا بقى الطريق التجهيزات، لان انا تاني يوم يعتبر ما عملتش حاجة. يعني عملت الرز زي ما قلت لكم، الملوخية وشوربة لسان العصفور، لكن كل حاجة كنت مجهزاها معاكم النهاردة. تمام. فطبعا حقكم عليا بجد، كان نفسي اصور لكم الشكل النهائي، لان بجد كان منظر الاكل كان حلو قوي. بصوا هنا بقى انا بسلق مكرونه اهو. تمام. عبال ما الفراخ بتاعتي نقعتها كده في محلول كده، عشان طبعا اي زفاره فيها تروح، مع ان انا اصلا بشيلها في الفريزر نضيفه. تمام. بس برضو بحب لما اطلعها من الفريزر انقعها في محلول. طيب انا دلوقتي بعمل جبت بقى حبه بصل كده حلوين عشان هحتاجهم للاكل بتاعي. طب ايه اللي انا هجهزه النهارده؟ زي ما انتوا شفتوا سلقت المكرونه اللي هعملها بشاميل. تمام. هتبل الفراخ، هعمل البشاميل كامل، وهطبق الصواني وهدخلها التلاجة. تمام. هعمل البسلة، مش هيحصل اي حاجة، بس مش هسويها سوا كامل. هوريكم هعمل فيها دلوقتي. تاني يوم عملت رز، وعملت ملوخية زي ما قلت لكم، وعملت لسان العصفور. يعني ده اللي صحيت عملته الصبح، ما خدوش في ايدي وقت، عشان انا كنت عايزة الحق اعمل الحلو واعمل العصاير. عملت طبعا بسبوسة، وعملت كنافة، وكمان عملت العصير. تمام. والحمد لله قبل ما الضيوف يجوا كنت مخلصه الاكل خالص وقاعده، وكنت يعني قاعده وموريش اي حاجه، واكلي كله جاهز ومتشطب الحمد لله. تمام. طيب انا هنا بعمل بقى؟ قشرت بقى كام بصل كده، وخدت القشر ده، جبت كيسه كده اعبي فيه كل القشر ده اللي كان في الحوض. وبعد كده هغسل البصل بتاعي الاول. هضرب بصل لوحده كده من غير اي حاجه معاه. ليه بقى؟ لان البصل ده هحتاجه الاول لل... للبسله، وهعصق بيه الفراخ اللي هعمل بيها النجرسكو، المكرونه بالبشاميل، عشان هعمل المكرونه بالبشاميل بالفراخ، مش هعمل المكرونه بالبشاميل بالفراخ. تمام. مش باللحمه، يعني لان احنا بنحبها بالفراخ. وكمان الناس اللي كانت جايه لي كانوا بيحبوها بالفراخ، عشان كده عملتها بالفراخ. تمام. بصوا بقى، بقطع البصل في الكبة وهفرمه كده، وكمان هعمل بيه البسلة، وبعد كده هخلي حبة بقى هكمل بيه تتبيلة الفراخ المشوية. فانا قلت اضرب كله كده مع بعض في وقت واحد. زي ما انتم شايفين كده اهو، بقطع كل البصل. وبجد بعتذر مرة تانية ان انا تاني يوم ما صورتش
وبرضو هقول لكم تاني، ما كنتش عارفه ايه السبب ان انا ما فتحتش الكاميرا وصورت والله. لحد الان كل ما افكر في الموضوع بتضايق الصراحه. بس تجهيزات العزومه دي هتفيدكم جدا. لو عندكم اي عزومه من بالليل اعملوا الحاجات دي. لو هتعملوا بقى محاشي انتوا والكلام دوت، انا بعمل الحاجات اللي انا متمكنه منها. انا المحاشي بعمل على فكره الخلطه بتاعت المحشي بتاعتي جميله جدا. لكن ان انا احشي صبع كرنب كده يبقى صغنطوط كده وجميل، او ورق عنب يبقى صغنطوط كده وجميل، حشوي ما بيكونش حلو. انا ما بقتنعش بحشوي، ما بحبش حشوي. يعني انا احب قوي المحشي بتاع ماما. انا ما باكلش غير ورق العنب عموما، بس احب بتاع ماما. صباعها الصبع ورق العنب بتاعها كده بيبقى صغنطوط وجميل. فانا بعمل الحاجه. كنت ممكن اعمل محاشي لكن انا مش متمكنه فيها. فانا بعمل الحاجه اللي انا متمكنه فيه، يعني اللي انا النجريسكو بتاعتي بتكون طعمها حلو جدا فعملتها. بعمل ملوخيه حلوه جدا، بعمل بسله حلوه قوي. الفراخ المشويه بتاعتي بتكون حلوه جدا. فلما يكون حد جايلك ما تجربيش فيه حاجات انتي عارفه ان ممكن تبوظ منك، ما تكونش حلوه، ما تكونش واو. لا، اعملي دايما الحاجات ان انتي واثقه ومتاكده ان انتي هتطلعي الحاجه دي حلوة قوي، طبعا بمشيئة ربنا طبعا يعني. فاهمين قصدي ايه؟ طيب عشان ما نتوهش من بعض، هنا جبت طاسة وجبت حلة. الطاسة هنعصق فيها، حطيت هنا معلقة سمنة وهنا معلقة سمنة. بص ايديا شغالة في كذا حاجة، تمام، لان طبعا عايزة الحق السحور. هنا بقى حطيت بصل في بصل هنا وهنا، تمام. وهنا بنزل بكيسين بسلة كده من اللي انا مفرزاهم في الفريزر، بسلة على جزر، وبشوحهم مع البصل. جربوا التكة دي كده، هتفرق جامد غير لما بتحطوا الصلصة وبعد كده تنزلوا بالبسلة. لا، شوحوا البسلة بالجزر مع البصل اللي انتوا صفر يعني صفرتوها، مش حمرتوها طبعا، بالسمنة. تمام كده. طب البصل التاني بقى اللي في الطاسة، اول برضو ما حسيت ان هو بدأ يصفر، نزلت عليه فلفل. عندك فلفل الوان حطي، انا مكانش عندي فلفل الوان، حطيت فلفل رومي اخضر. طبعا ما ينفعش اعمل الاكل سبايسي، لان اكيد في ناس بتحب السبايسي وناس لا. فانا لازم اعمل ما اعملش اكل حرق طبعا. تمام. هنا بقى هنزل بالفراخ الشاورما اللي انا قطعتها. كنت مقطعاها زي الشاورما كده، فراخ بانيه قطعتها زي الشاورما. تمام. بصوا ايدي شغاله هنا زي ما انتم شايفين. هحط بقى فلفل اسمر، وهحط كاري، وهحط ملح فقط لا غير. هي دي البهارات بتاعتي اللي احطها على التعصيجة بتاعة المكرونة بالبشاميل. يبقى حطيت بصل، فلفل، دبلتهم كويس، يعني دبلتهم كده على النار. بعد كده نزلت بالفراخ بتاعتي وحطيت فلفل اسمر، حطيت ملح، وحطيت كاري فقط لا غير. هنا بقى البسلة بتاعتي بالجزر كانوا بيتشوحوا كده مع البصل، وطلعت كيس صلصة. بس الأول هحط عليها معلقة صلصة من اللي هي في البرطمانات، تمام، أشوحها مع البسلة والجزر. تمام. أنا ليه بقى عملت البسلة مع إن البسلة جاهزة عندي والكلام ده؟ عشان كنت مش عايزة تاني يوم أقعد أقشر بصل وأطلع الكبة، يعني قلت لا، أنا لما أشوحها كده. وبعدين احنا يعني كنا خلاص داخلين على الفجر، فيعتبر الأكل مش هيبات. فاهمين قصدي؟ ان انا الكلام ده كنت راجعه من بره، كانت الساعه تقريبا 11 نزلت بقى بكيسين صلصه كده من اللي انا عاملاهم برضو في الفريزر، على كيسين البسله اللي انا طلعتهم من الفريزر. بس كده هسيبهم بقى يستووا مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بصوا هنا بقى البصل اللي كان فاضل عندي في الكبه، قطعت عليه طماطم، واحط عليه كمون، كزبره، تمام، كاري. دي البهارات اللي انا بحطها: كمون، كزبره، كاري، توم باودر، بصل باودر، وطبعا فلفل اسمر، ده طبعا معانا، دي حاجه اساسيه. وهحط دبس رمان، وهحط ليمون، وهحط معلقه صلصه. دي تتبيله الفراخ المشويه بتاعتي. عندك زبادي حطي، عايزه تحطي عسل نحل حطي. انا اللي انا بقول لكم على اللي انا حطيته: طماطم، بصل، دبس رمان، صلصه، تمام، ليمون. اما البهارات حطيت كمان حبه كاتشب حار كده عشان يدي
طبعا ما كانتش الفراخ ما كانتش حراقه ولا حاجه، بس اللي هي تدي طعم كده لذيذ شويه. خلاص يبقى حطيت صلصه وكاتشب ودبس رمان وليمون. البهارات بقى بتاعتي توم باودر، بصل باودر، كمون، كزبره، فلفل اسمر، واهم حاجه الكاري. وعصري بقى، عصرت بقى ليمونتين كده حلوين، لان كانت ايه كميه فراخ كبيره يعني. لكن طبعا انت لو بتعملي فرخه ولا حاجه، هي نص ليمونه حلوه قوي عشان ما تبقاش مززه معاكي يعني. وكده اهو تبلت بقى، قعدت تبلت الفراخ بتاعتي كويس جدا جدا، ودعكتها كده في تحت الجلد، وشققت الفراخ وحطيتها تحت الجلد وكل حاجه. وهاخدهم بقى وادخلهم التلاجة بتوعي الصبح، هسويهم على طول. تمام. وانا سلقت المكرونه زي ما انتوا شفتوني، عملت البسله خلصتها، عصقت الفراخ اللي هعمل بيها البشاميل. وهعمل بقى البشاميل وكده خلاص. هيبقى دي اخر حاجه هنعملها مع بعض، البشاميل اللي هعمله. وهطبق الصواني برضو وهغطيها بورق فويل وهدخلها التلاجة. وتاني يوم زي ما قلتلكوا هولع على البسله وادخل الفراخ الفرن. وهعمل ملوخية، شوية ملوخية كده ولسان عصفور ورز، وهعمل الحلو زي ما قلت لكم. وكده هيكون خلاص الفيديو بتاعي كده خلص معاكم. وتاني بعتذر لكم، والله العظيم كان نفسي اصور لكم الاكل، بس والله برضو غصب عني. مش عارفة يعني ازاي نسيت التصوير. ممكن عشان انا مش متعودة ان بصور كل يوم، فمش عارفة يعني او مع لخمتي بقى ان انا صحيت عايزة برضو انجز واعمل الحلو والعصير، وعايزة اخلص قبل ما ضيوفي يجوا. فده ايه خلالي ان انا ما كملش بقية الفيديو. فاسفة من هنا للسنة الجاية والله. هنا بقى حطيت ايه، هقول لكم البشاميل اللي بقى بعمله ازاي. حطيت السمنة وحطيت دقيق، وحطيت بقى ايه 2 كيلو لبن كده، لان كنت عاملة 3 صينيتين، لا كنت عاملة صينيتين بشاميل. فحطيت بقى اللبن بتاعي كان بيغلي، واحط جبنة موتزاريلا، واحط مكعبتين مرق، واحط كمان كريمة لباني. بص جبت لبن تاني اهو. يبقى حطيت سمنة ودقيق حسب بقى انت قد السمنة قد الدقيق، وممكن تكتري السمنة على الدقيق عشان يبقى الدقيق معاكي يبقى بيتقلب بسهولة كده. هنا انا حطيت حبة مية، لقيته يعني ايه تقيل كده شوية، فحطيت حبة مية. وهحط بقى جبنة موتزاريلا وكريمة لباني وملح وفلفل اسمر ومكعبين ماجي. جربوا مكعبين الماجي دي، بتدي طعم حلو قوي بجد، كان طعمها رهيب. والحمد لله الاكل عجب ضيوفي. هما مش ضيوف طبعا، هما اصحاب بيت. انا ما بيجيش عندي ضيوف، كل اللي بيجي هنا في بيتي هما اصحاب بيت. حطيت بقى ايه المكعبين الماجي، وكده خلاص يعتبر البشاميل اللي معايا يخلص بعد ما احط الموتزاريلا والماجي. ودي كانت بقى عزومتي لاهل جوزي اللي هم طبعا اهل التانيين. بس عقبال يا رب كل سنه كده، وان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه مش هنسى ان انا اكمل لكم الفيديو. وقضينا يوم جميل. وطبعا كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك. انا كده خلاص بفنش الفيديو معاكم، دي اخر حاجه هعملها. هطبق بقى انا البشاميل مع نفسي عشان كنت عايزه اعمل السحور. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. بس ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتعملوا شير وتعملوا سبسكرايب، وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم، وتقولوا لي ما تنسيش تاني تصوري. بصوا قبل بقى اول ما طفيت حطيت الكريمه اللباني، لازم بعد ما تطفي تحطي الكريمه اللباني بتاعتك عشان ما تقطعش منك. بقلبها بقى كويس وخلاص على كده. بس كده اقول لكم بقى باي باي.